عشان صباحك خير. صباحك ورد. تعرف عليك؟ مقاتل من الجيش العربي السوري المغوار. ميلاد محمد. ميلاد، ممكن تحكي لنا عن مشاركتك مع الجيش العربي السوري؟ مشاركتي مع الجيش العربي السوري مع اخواتي بالجيش العربي السوري اكبر شرف نلته بعد اصابتي وقبل اصابتي، وما بتصور بيوم من الايام رح نال شرف اكبر من هيك الا شرف الشهاده، لان باذن الله الصحيت رفقاتي رح بيلاقوني، رح بيرجعوا بيلاقوني جنبا الى جنب معي. ميلاد، ممكن تحكي لنا عن الإصابة؟ كنا باقتحام بالمداهمة، اشتبكنا مع الجيش، مع الغشم، مع العصابات المسلحة اللي بيسموا حالهم مدري شو جهاديين. ما لنا علاقة بالجهاد، ما لنا علاقة بالبشر، ما لنا علاقة بالإنسانية كمان. اشتبكنا معين اشتباك قوي يعني. أنا تصابت بطلقة قناصة متفجرة بالوجه هون، ضربت بالعظم، عظم الأنف وانفجرت، ضربت العين والأنف وفتحت الجورة بالوجه. وسعفوني الشباب رفقاتي على المشفى والحمد لله، وماني مطول بإذن الله رح بيلاقوني معي. بدي أعمل جهدي خلص علاج ورح بيلاقوني معي. وهذه الإصابة بتزيد من عزيمتنا مثل شهادة أي شهيد. ما عندنا شيء نخاف منه ولا شيء. يجتمع كل العالم، واجتمع كل العالم علينا، وبإذن الله ما أعلن عنا شيء، ما أعلن عنا شيء. والوطن رح يرجع بخير بإذن الله، رح يرجع بخير وبإذن الله رح ننتصر ولو طالت المدة شوي. شو بتوجه كلمة لرفقاتك اللي بالجيش اللي كنت عم تخدم معهم؟ اللي بالجيش، أول شيء إذا بدي وجه كلمة للجيش بوجه خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا، فلتنحني الهام إجلالا وتكريمة لكل حر عن الأوطان مات فدا. شهداء أخواتي ورفقاتي بالجيش، أخواتي ورفقاتي أخواتي هدول، الله يحميهن والله ينصرهن، وبإذن الله ما مطولين بيشوفوني معي. مرحبا خالتي. انت ربيتي صحة وانا، انت ربيتي ابطال، شهيد وهي جريح عندك من ابطال الجيش العربي السوري. ممكن نتعرف على هالعائلة الكريمة؟ عائلتي انا مؤلفة من اولاد 4 شباب. علي صوتي. الحمد لله رب العالمين، عملت جهدي انها تكون تربيتي مثالية، وكتر خير الله والله يبارك فيهن، ما خذلوني ابدا. انا فعلا كبرت فيهن وبشوف حالي فيهن، وكانوا نعم الابناء والبنات البررة الاوفياء، والله يكتر من امثالي. لاحظنا بالصور اللي عندك أكثر من شخص بالجيش العربي السوري. نعم. شباب وبنات. نعم. هذا الشيء بيزيدني فخر. بيوم من الأيام لما كنا طلاب مدرسة نزل على زماننا نظام التربية العسكرية، كنت حب كثير ساعد التربية العسكرية. للأسف لأيامنا ما كان فيه الكلية العسكرية للبنات، كان أول اسم فيها هو اسمي، بس ما نالنا هالشرف. الحمد لله أهلت أولادي لهالشيء وكانوا عند حسن ظني، والحمد لله رب العالمين. عندي كلمة أخيرة بحب وجهها لهالمسلحين اللي بيخربوا ويعيشوا فساد بهالبلد، مهما بالغوا بظلمي وبإرهابي وقتلي، مهما بالغوا نحن لا يمكن أبدا إنه نستسلم،
وبيخطر على بالي بهاللحظة بيت للشاعر نزار قباني بيقول: كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. شكرا. رح تبقى نساء سوريا تحمل الجيل، ورح نبقى دائما بمواجهة الباطل وبمواجهة الظلم، ومهما طالت رح ننتصر بإذن الله. الباطل له جولة بس الحق هو المنتصر أخيرا. الحق له دولة، الباطل جولة وللحق دولة. الله محياصتك. الله يحييك. اهلا وسهلا فيكم. من الابطال ابدك تسقطي فيك متى؟ لا